من الأسباب اللي بتؤدي لفشل أي شركة في الحقيقة هي عدم الاهتمام بالعاملين بالشكل الكافي، وعدم الاهتمام ببيئة العمل اللي هم شغالين فيها. خلي بالك يا سيدي الفاضل إن أنت لو كنت عامل بيئة عمل صعبة جدا للناس، سواء خصومات، سواء معاملة مش كويسة، انتقاد على الفاضي وعلى المليان، مشاكل كتير، ماشي بسياسة فرق تسد عشان تخلي موظفين يكلموك عن موظفين وهكذا، ايا كانت الظواهر السلبية اللي انت عاملها في الشغل وفاكر ان الدنيا ماشية، احب اقولك ان في الحقيقة انت كده حطيت نفسك في اختيار من اتنين. اولا لو شخص كويس وماشي صح ولقى بيئة العمل غير مناسبة هيسيبك ويمشي. ثانيا الشخص اللي يستمر معاك في بيئة عمل صعبة زي دي كلها مشاكل، تأكد ان هو بطريقة ما لقى بعض الثغرات في نظام الشركة عندك اللي بتخليه يطلع لنفسه مصلحة من يمين او من شمال، فبالتالي هو مستمر ومبسوط. او ان هو بيقول انا هشتغل على قد فلوسك وخلاص، فانت بتعاقبه وبتخصم منه مثلا على الفاضي وعلى المليان، وهو في المقابل مش مهتم بالشغل وبيعمل الحاجة اللي تبدو انها صح، ولكن من تحت الشغل الحاجات اللي انت مش واخد بالك منها عاملها بايظة. فعشان كده بنقول بيئة العمل مهمة جدا جدا جدا، لانك مهما عملت سيستم صارم ونظام شديد المراقبة للناس بحيث انك انت تتصور ان مفيش حد هيغلط، احب اقولك ان اي نظام في الدنيا فيه ثغرات، وخصوصا لو انت بتبدأ مشروعك. فما تعولش على الحتة دي قوي. حاول بقى كبديل انك انت تقدر الناس فعلا، وحاول انك انت تعمل لهم بيئة عمل ايجابية تخليهم هم مش عايزين يمشوا من عندك، وبيحاولوا يقدموا اقصى ما يمكنهم عشان الشركة تنجح، فبالتالي هم كمان ينعكس عليهم النجاح ده.